فيديوهات تطوير الذات زادت جدا الفترة الأخيرة، ومعاك اكتئابك وإحساسك إنك ضايع وإنك مش ماشي صح بيزيد. فأنا النهاردة قررت أكشف لك عن ستاير محتوى تطوير الذات اللي هو أنا منهم برضه، وهكشف لك عن خرافات النجاح اللي أنت بتضيع فيها وقتك. أنا يوسف حسن، شاب زيك، والنهاردة أنا هكشف لك عن ما وراء كواليس محتوى تطوير الذات أو السيلف امبروفمنت. خليني أكون صريح معاك، مش كل اللي بيتقال في محتوى تطوير الذات هينفع معاك، وفي كلام اصلا مش حقيقي انت بتضيع عليه وقتك، واولهم فكره انك لازم تكون ناجح في بدايه العشرينات، وانك لازم تكون ناجح في كل حاجه انت بتحبها، وان فشلت في الحاجه اللي بتحبها هل ده معناه انك فاشل؟ والله كنت زيك لحد ما فهمت ان النجاح بيجي مع الوقت ومع الفشل. لازم تتقبل الكلام ده، ولازم تفهم ان من غير الفشل انت عمرك ما هتنجح. وبعدين انا عايز اقول لك على حاجه، الفشل اللي انت بتقول عليه فشل هو مش فشل، ده اسمه اخطاء، والاخطاء انت المفروض تتعلم منها عشان تنجح. لازم تفهم الكلام ده وتتقبله، وتفهم ان لا نجاح الا بعد عناء. وتاني حاجه، وانا واثق ان كلكم مصدقينها، فكره انك تتحول من شخص لشخص في يوم وليله دي مستحيله. فكره انك تتحول لشخص جديد بيصلي كل الفروض في وقتها، وبيصحى الفجر، وبينزل الجيم، ويبطل ياخد مصروف من اهله، ويجيب الفلوس بتاعته بنفسه، كل ده عايز تعمله في يوم وليله؟ انا فاهم ان الصلاح واجب عليك، انك تبقى انسان صالح واجب عليك، لكن مش بالقسوه دي. مستحيل توصل لكل ده في يوم وليله. الحقيقه واللي محدش هيقولها لك عشان فيديوهاته تضرب وتفايرل، ان مفيش حاجه بتيجي بسهوله كده، كله بيجي مع الوقت. هو بيفهمك اللي انا عملت كده في شهر شهرين ثلاثه، لكن مستحيل. انا كنت زيكم بالظبط، كنت بنام الساعه 6 الفجر، وكنتش بنزل الجيم، وكنت ببوظ نفسي في حاجات كتيره انا كنت بعملها. بس امتى بقيت ملتزم، وامتى بقيت بعرف اظبط نومي، وامتى بقيت بنزل الجيم واحسن جسمي للاحسن. اتعلمت كل ده في خلال سنه، مسكت حاجه لحد ما اتقنتها. بس مش بقول لك انك تتعلم كذا في سنه وانك تتعلم كذا في سنه، لا، تدي بس لكل حاجه وقتها، وصدقني هتوصل. وده اللي محدش هيقولك عليه غير اللي بيحبك. الفكره بقى اللي محدش مستوعبها، ان كل اللي بيقدم محتوى تطوير الذات، واللي هو انا منهم برضه، بيفشلوا زيك بالظبط. الدكتور عبد الله العلاوي عنده قناه عليها اكتر من 2 مليون متابع، وعامل كتاب روتين ال90 بنفسه. قال كده: انا بنصح الناس بروتين كويس وانا روتيني سيء. طب هل ده معناه انه بيكذب عليك؟ وهل ان الكتاب بتاعه فاشل؟ لا طبعا، لانه انسان زيك. مش معنى انه بيقول الكلام ده وانه بينصحك بالنصايح دي وانه كتب الكتاب ده اللي انت هتستفيد منه، ده معناه ان حياته مثاليه. حتى انا زي ما بقول لك النصايح دي، انا برضو بمر بنفس الفشل اللي انت بتفشله وانت بتنفذ النصيحه. بقى زيك، ولسه لحد دلوقتي بعمل حاجات غلط وبحاول اصلح منها. ولو انت عارفني من زمان فانت اكيد عارف ان انا فتحت القناه دي عشان اطور من نفسي، وكمان اشارككم الرحله عشان انتوا كمان تطوروا من نفسكم. بس انا لسه لحد دلوقتي بقع وبنتكس. بس عارف بعمل ايه لما بيحصل كده؟ بقف مع نفسي واكلم نفسي وابتدي في التغيير من اول ومن جديد. ودي وظيفتي هنا، في ان انا اكون نفسك اللي انت بتكلمها، وانصحك واساعدك في انك تجمع افكارك. طب ازاي انا اقدر استفيد قدر الاستفاده من الفيديوهات ده، وازاي احقق نجاح حقيقي؟ اول حاجه لازم تكون واقعي، بمعنى انك تشوف ايه اللي عندك فعلا وتبتدي بيه. عندك كتب، ابتدي بيها، وعود نفسك ان كل يوم مثلا الصبح تقرا صفحه من الكتاب ده. حسيتها قليله؟ زودت وحسيت ان هي برضه قليله، زود لحد ما تتعود على الجرعه دي. ولو قدامك انك تنزل الجيم، ابتدي بالجيم. وعلى فكره الجيم مفيد جدا في رحلتك لتطوير الذات. التمرين والرياضه بيطلع الاسترس اللي جواك، حتى تحس كده بعد ما تتمرن او بعد ما تنزل الجيم بصفاء ذهني. وعلشان تتطور وتلتزم بالجيم برضه لازم تكون واقعي، لازم تؤمن ان مفيش تطور او تغيير بيجي بسرعه. انا لما حد يبعت لي كوتشنج على التليجرام وعايز يشترك معايا، وبفهمه ان احسن حاجه كبدايه هي 3 شهور، عشان يفهم ان النتيجه الكبيره اللي هو مستنيها مش بتيجي في شهر واحد بس، مش بتيجي في 4 اسابيع، والا هكون بضحك عليه. فايوه انا بقع وبنتكس وبفشل، بس الشطاره في انك تتعلم وانك تبقى عنيد في نجاحك، والشطاره في انك تقلل عدد الانتكاسات والوقعات اللي انت بتقع فيها، وتخلي بالك من اللي بيوقعك وتبعد عنه. وكل اخد كورس خطه التخلص من العادات السيئه او كورس اداره الوقت فهو عارف كده كويس. لان زي ما بقول لك احنا كلنا مجرد اسباب ربنا حطها لك في صفحه اليوتيوب عشان تعرف ونساعدك ازاي تبعد عن اي عاده سيئه، وازاي تحسن من جسمك وصحتك اللي ربنا هيسألك عليها يوم القيامة. فربنا يعينك يا بطل في رحلتك. انا عارف انها صعبة، وعارف انك بتنهار كل يوم في التفكير سواء في المستقبل او بكرة، وعارف انك شايل هم اهلك وعايز تريحهم. بس احب اطمنك انك لو ماشي مع ربنا فربنا عمره ما يخذلك، ولو ابتلاك فاعرف انه بيعلمك. اعرف ان خطة ربنا ليك ادق واكبر من اي خطة انت عاملها لنفسك. اسعى واشكر واحمد ربنا دايما، وصدقني هتوصل. ولو عايز نشد كل ما تقع يا بطل فانزل اعمل لي سبسكرايب، وعرفني تحت في الكومنتس انت محتاج ايه مني المره الجايه، وخليك بطل قصتك للاخر. وبس كده، ربنا يحفظكم، ربنا يقويكم، وبس. السلام عليكم.